يكون فرد يوم من الأيام إعرابية، هاي الإعرابية ضاع منها بالسوق. يقول فقالوا لها ارفعي النقاب على أنه يتعرف الطفل عليك، ابنك يتعرف عليك. قالت لهم لا، يضيع ولدي أفضل مما يضيع حيائي. ايش قد كلمة عظيمة. يعني اليوم نحتاج إلى هذا الدرس، الحياء مطلوب. ولذلك نشوف احنا سبب المشاكل اللي موجودة في مجتمعاتنا، أعظم مشكلة عندنا مشكلة الطلاق. اليوم مشكلة عظيمة مشكلة الطلاق. تدري ايش قد نسبة الطلاق عندنا لهذه السنة؟ نسبة الطلاق عندنا نسبة 7453 حالة بالسنة، يعني باليوم 248 حالة. الصور أنت بالتالي كل 10 حالات بساعة واحدة، هذه مصيبة. شنو الدوافع؟ هذا خطر عظيم. لا بناءك بأنه هذه مسألة طبيعية، لا، هذا خطر، ناقوس الخطر جاي يطرق. ولذلك نشوف أغلب المشاكل بين الأزواج تسببها الأمهات. شوف الأم تسبب المشكلة ما بين بنتها وما بين زوجها، ولذلك تفرض عليه بعض الفروض. ليش ما تطلعها؟ وليش ما تجيبها؟ وليش ما توديها؟ ما تخلي بنتها تبني حياتها وتعيش سعادتها واستقلاليتها، لا أكون تريدها دوم تابعة إلها، وهذا خطر يا أخوان. ولذلك ترى مجتمعنا ما يرحم. اليوم كل امرأة مطلقة المجتمع يذب اللوم بيها، ما يذبه بالرجل. هسه مو عبالك بأنه الرجل هو معصوم، لا، مرات رجل ما ينحمل، تلقاه مثلا يسيب، يشتم، تلقاه ما يصلي، يشتغل بأمور تعبانة، ألفاظ بذيئة. مرات المرأة هي ما تتحمل بأنه تعيش بهذا تحت هذا السقف الواحد. ولذلك احنا بعيدين عن نهج آل محمد صلوات الله عليه. شوف نهج آل محمد ضروري، لازم نعيشه ونتعايشه على مود تمشي هذه الحياة. وإلا أرجوك، يعني هذه النسبة العظيمة من الطلاق هي تشكل خطر في المستقبل. زين. ولذلك نشوف أنت الشاب العراقي توجه وين؟ توجه للخارج، توجه بأنه يتزوج من الخارج، يتزوج من السورية، من اللبنانية، من الأوروبية، من الأوكرانية. شنو الأسباب؟ شنو الدواعي؟ لأنه أنت خانقه بالقيود، خلى عليه قيود، خلى عليه حاضر يكسر الظهر، خلى عليه غايب أيضا. كذلك إذا طلق يبتلي، إذا طلق الحضانة تصير للأم، وإذا صارت الحضانة للأم بعد ما يشوف أولاده، مو بس هاي ما يشوف أولاده، يحاول يدفع نفقة. ولذلك أنا أعرف أحد أصدقائنا هذا مبتلي، زوجته ومستقر وحياة طبيعية، خذوا زوجته من عنده، بعد ذلك شنو صار؟ يدفع واجب، ينفق كأنما راتب شهري. ليش؟ يعني إلى أين وصل هذا المجتمع؟ ماكو انتباه، ما ينظر إلى نفسه، ما يشوف معوقاته.